ازيكم؟ يلا بينا نعمل رز بالكبده والقوانص، طبق خفيف جدا ولذيذ. بس لو اتعمل بالطريقه الصح هتاخدي طعم حلو قوي. لو اتعمل بطريقه مش مظبوطه هتاخدي زفاره ملهاش حل. فيلا بينا اوريكم بعمله ازاي. بتخلص من اي زفاره فيه، بيطلع معايا تحفه جدا. وبتركات بسيطه ان شاء الله هتعملي الطبق او هتعتمدي الطريقه دي على طول. اول حاجه بجيب كبده قرنص بتاعتي، بغسلها كويس جدا، بقطعها قطع صغيره. بكون متبلاها بميه بصل وملح وفلفل اسود وورقتين لورا، ورقتين وفصين حبهان، ونقعهم شويه فيهم. وبعد ما بسيبهم نص ساعه مثلا، باجي في السمنه اول ما تسخن قوي ببتدي انزل بالقوانص الاول لانها بتاخد سوا. هندي زي صدمه، تمام. النار عندي متوسطه مايله للعالي. هننزل الاول بالقوانص نشوح فيها لحد ما تغير لون خالص. وبعد كده نبتدي ننزل بالكبده بتاعتي، تمام. فبس هي التركية ان انا ما صورتش معاكم تتبيل الكبده والقوانص، بس زي ما بقول لكم كده. هي ميه بصل او بصلايه صغيره مبشوره ناعم جدا، وبنزل عليها بملح وفلفل اسود ورق لورا حبهان. سبتهم نص ساعه، نزلت بيهم بالشكل ده. وهنفضل نشوح فيهم حوالي 10 دقايق، تمام. دي كده زي نسبة تسوية، انا بدي نسبة تسوية حوالي 50% في التشويح ده، تمام. علشان لما انزل معايا بالرز هتبقى بنكمل سوا فقط، تمام. لكن مش هنحط الحاجه نيه. اولا انت كده الصدمه بتاعه الكبده والقوانص بتمنع اي زفاره. التسويه، نص التسويه دي بتخلي لي الباقي بقى انا ضامنه ان هي مستويه كويس جدا في قلب الرز. ونزلت انا هنا مع التشويح بملح وفلفل اسود 11 بهار، فصين حبهان، قرفه. تمام، كل ده هكتبها لكم تحت الفيديو المكونات بالظبط. بس لو عايزه تستغني عن 11 بهار براحتك. هو انا كنت جربت النكهه بتاعتها في الرز دي، طلعت خطيره جدا، فحبيت اقول لكم عليها وهوريكم صورتها دلوقتي معايا. 11 بهار من كنور، جربتها تحفه قوي. طيب ايه البديل بتاعها؟ اهي. لو متوفره قريب منكم يا ريت تجيبوها وتضيفوها مع الرز ده، بتدي طعم حلو قوي. طيب ايه البديل منها؟ ممكن اجيب بهارات، السبع البهارات، استعملهم بديل عنها. تمام. هنا الرز بتاعي انا كنت غاسله كوبايتين رز بدون نقع، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم خالص. وابتديت انزل بيهم على الكبده والقوانص بتاعتي وهنكمل تشويح. هنفضل نشوح في الرز بالكبده والقوانص بتاعي لحد ما الماده الدهنيه تغلفه تماما تماما. يعني اخد 5 دقايق، اخد 7 دقايق، انا هفضل تشويح، ايدي مش هتسيب الرز بتاعي. اهم حاجه ان الرز بتاعي يبقى اتغلف بالماده الدهنيه بتاعتي كويس، يعني قد ما ياخد وقت تشويح هشوح. 5 دقايق، 7 دقايق، قد ما ياخد، تمام. بعد هنا ما شوحت الرز بالكبده والقوانص بتاعي، ببتدي بقى انزل ببصلايه وطماطمايه مبشورين، يا ضربهم في الكبه يا مبشورين، بيدوا طعم حلو قوي للرز، تمام. تشويح، هنزل اكمل تشويح. خلاص دي كده انا في الاخر، ما تنزليش بيهم في الاول مع الرز عشان هيعملوا ميه. فانا في الاخر خالص بعد ما اتاكدت خلاص ان الرز بتاعي اتشوح تماما، وقبل ما انزل بالشوربه على طول او بالميه زي ما انتوا حابين. ويفضل الرز بكبده وقوانص دوت يتسقي شوربه. بنزل معايا بالطماطم والبصل، تمام. اديت تشويحه سريعه. هنكون معايا مجهزين معايا اي نوع شوربه انتوا حابينه، وهنبتدي نسقي الرز بتاعي بيه. انا حطيت المصفى عشان اصفي بيها، بعد كده حسيت ان كل يعني الرواسب اللي في الشوربه تحت. فشلت المصفى وابتديت انزل بالشوربه بتاعتي، طبعا سخنه جدا. نزلت بيها على الرز وفوق الرز بشويه صغيرين، تكون مغطيه معايا الكبده والقوانص، تمام. هفضل اسقي فيها لحد ما يبقاش فيه يعني لا رز ولا كبده وقوانص باينين. ببتدي بقى على نار متوسطه واسيبها دقيقتين 3. ببص اول ما الاقي الرز ابتدى يتشرب وخلاص الميه ابتدت تقل خالص، ببدأ أهدي النار خالص زي الشمعة، تمام. وهسيبه يستوي براحته. أخد ربع ساعة، أكتر من كده على حسب نوع الرز. بصوا هيطلع مفلفل وجميل جدا. التركات اللي احنا عملناها مع بعض البسيطة دي بتخلي له الرز في حتة تانية. هستناكم تجربوه وتقولي لي رأيكم.